السلام عليكم ورحمه الله. رجعت لكم فيديو جديد، ولكن هذا الفيديو غيصدم بزاف ديال الناس. هو شحال من واحد كيمشي للجوطيات اولا كيمشي يشوف اعلانات في فيسبوك، في انستغرام، يوتيوب، كيشوف اشارات ديال ثلاجات، ماكينات الصابون. هما اللي كنهضروا عليهم حاليا. كيشوفهم مستعملين، يعني جايين من اوروبا، جايين من الخارج، تيقول صافي هنا نبات. ملي كيشوف هاد الاعلانات تيثيق، تيتواصل مع السيد، اولا كيكون مثلا مشى لعين المكان، كيشوف الثلاجه من برا، كيشوفها كتعجبو، كيشوف الشكل ديالها، كيشوف الجماليه الخارجيه ديالها، صافي يقول صافي راه الثلاجه هادي راه هي اللي غتنفعني وهي اللي غتضرب معايا سنين طويله. ولكن هنا راه كاين واحد الحاجه اللي ما ردش ليها البال، واحد الحاجه اللي غتقدر من هنا لقدام غترجع ليه بالسلب. ودابا غنعطيك علاش تقدر تكون هذيك البياس اللي خديتي هي اللي غتندم عليها من بعد. خاصك تعرف يا عزيزي المشاهد انك ملي غتمشي تشري واحد البياسه جايه من اوروبا اولا من الخارج بطبيعه الحال، خاصك تيقن من واحد الحاجه، واش داك السيد اللي كيجيب دوك البياس يعني اللي دخلهم، واش هذيك البياسه دخلها كباقي البياس اللي كيدخل، يعني كيدخل هذا سلعه يعني تتكون مزيانه، اولا من النوع اللي كيدخلوا السلعه اللي تتكون صافي تهلكات في اوروبا والناس ديال اوروبا خرجوها صافي ما تبقاش خدامه، وهذوك كيجيبوها لهنا وتيعاودوا فيها البيع. يعني هذيك البياس اللي دخل داك السيد اولا اللي باغي يبيع لك داك السيد ما بقاتش كتحترم معايير السلامه اول حاجه، اولا الموتور ديالها صافي عيا، اولا ولات تاكل الضوء. يعني هذيك الثلاجه اولا هذيك الماكينه اللي خديتي من عنده يعني اصلا في الاصل خرجوها صافي باش تنتهي، يعني خرجوها باش تلاح، وانت خداها وعاود باعها لك. يعني هذا هو المشكل اللي تقدر تطيح فيه، اولا هذا من اخطر الاشياء اللي تطيحوا فيها بزاف ديال الناس، ومن بعد تيطراو لهم مشاكل، وراه ما كاين لا ضمان لا حتى حاجه. يعني ما كاينش الكارانتي من هنا ملي غتاخذها من بعد. يعني ملي غتجي انت من بعد وغتقول ليه بلي هاد الثلاجه هذه ما خدماتش ليا ودوزات عندك واحد المده ديال شهر او اكثر، راه ما غيردش لك الكارانتي ديالك وغتصدق ضايع فيها وتصدق ملاوحه من بعد. يعني الحاجه المهمه اللي خصك تعرف في هذا الفيديو هذا هو ملي تبغي تاخذ واحد البياسه وعندك مثلا راس المال ديالك يكون ضعيف، او راس المال ديالك اللي يكون مثلا شويه ماشي بزاف، ما تمشيش تاخذ ثلاجات او تاخذ ماكينات اللي تيكونوا مثلا في الثمن ديالهم طالع، وانت غتمشي غتلقى يعني تقول ثمن هوته وجايه من اوروبا. لا، حضر، غتمشي تاخذ حاجه اللي تاخذها جديده احسن ما تاخذها مثلا قديمه ويكون الثمن ديالها نازل وفي الاخر غتعاني معها. يعني احسن حاجه هي تاخذ حاجه جديده في المغرب ويكون الكارانتي ديالها كاين المده مثلا ديال 10 سنين او لا اقل او لا اكثر، وغالبا تيكون في 10 سنين، ومنها غتحافظ على السلامه ديالك وغيكون البياس ديالها موجود، والا خسرت لك شي نهار ولا شي حاجه راه غيكون البياس ديالها فين ما مشيتي في السوق. يعني حاول تختار ديما الماركه اللي يكون البياس ديالها موجود وسول، راه غتلقى باذن الله. وهادشي اللي كاين. الى عجبك الفيديو حاول تبارطاجيه باش كلشي يستافد.